خد يا بنتي استغطي بده. ربنا يخليك يا بيه. انا عارف الصوت ده. يا نهار ابيض، الصوت ده ليه يا مراتي؟ ايه اللي جابها هنا ولا ايه اللي عملها كده؟ مش امي قالت انها اختفت؟ لازم ارجع اشوف مالها وايه اللي عملها كده. بقول لك، ايه اللي جابك هنا وانت قاعده تعملي ايه كده؟ ايه يا بيه؟ طب انت عاوز الجاكيت؟ لا لا مش عايزه الجاكيت، خليه معاكي. بس انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا والله يا بيه انا اصلا يعني انسانه كويسه جدا، انا مش شحاته ولا اي حاجه. انا كنت متجوزه وجوزي يعني سافر بره عشان يشتغل، وقعدت مع حماتي في البيت وانا ابويا وامي ميتين. حماتي كانت بتضربني وطردتني ومشيتني من شقتي وقالت لي يلا مش اطلعي بره. من ساعتها وانا مش لاقيه مكان انام فيه، وهو الشارع بقى هو اللي بقعد فيه وبنام في الشارع. طب وانت جوزك ما سالش عليك لغايه دلوقتي؟ انا ما اعرفش عنه اي حاجه لحد دلوقتي، ولا اعرف هو حتى مسافر في بلد ايه، ولا معايا تليفون اكلمه، ولا اعرف اي حاجه. انا مش عارفه اعمل ايه والله. ايه ده؟ احمد، عامله ايه ده؟ انا كويسه. هو انت كنت فين يا احمد؟ طب انا عايز احل المشكله دي دلوقتي، فانت تعالي معايا وهنحل المشكله دي في البيت عندنا. يلا بس. اجي معاك فين؟ لا لا، انا اخاف من امك. لا، ده كانت محدش هيعمل لك حاجه، انا موجود، انا هجيب لك حقك. لا، كانت بتقعد تعالي. تضربني. لا تعالي بس يا داليا، يلا. يلا بس ما تخافيش، يلا تعالي تعالي. يا احمد، تعالي بس يلا. يلا ما تخافيش يلا. يا احمد والنبي، هي لو انت خدتني هتضربني. مش هتعمل لك حاجه، مش هتعمل لك حاجه. بصي ده. تعالي بس يلا. احمد، انا مش هينفع ان انا اخش معاك، انا خايفه منها. اصل انت ما تعرفش كانت بتعمل فيا ايه والنبي. يا حبيبتي ما تخافيش، انا خليكي واقفه هنا بس، وانا هدخل اخلص كل حاجه واقول لك تعالي تعالي ورايا على طول، تمام؟ ما تخافيش، انا جنبك اهو. احمد، هو انت مش هتسيبني تاني صح؟ لا مش هسيبك، انا معاك اهو، ما تقلقيش. احمد، انت ما تعرفش انا اتبهدلت من غيرك ازاي. ما تخافيش والله. الفترة اللي انت كنت فيها مسافر، انت عارف ان انت كنت كل حاجة ليا. انا اتبهدلت قوي يا احمد والنبي. بص، انا مش عاوزة فلوس ومش عاوزة اي حاجة، انا عاوزك انت تفضل جنبي والنبي عشان كنت فيها. يا حبيبتي ما تخافيش ما تخافيش، انا معاكي وهفضل جنبك، انت بس استنيني هنا، تمام؟ هدخل اكلم ماما كده وهحل المشكله دي كلها، وهتدخلي بيتك وترجعي مكانك تاني، اتفقنا؟ ماشي. ايه يا احمد انت جيت؟ عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله. تعالى يا حبيبي. امال كنت فين كده؟ لا ما فيش، كنت في مشوار كده بره، بس يعني كنت بخلص حبه شغل. انا كل ما ارن عليك تليفونك مشغول مشغول مشغول. فصل مني بس شحن في الاخر كده. المهم كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. اتكلم يا حبيبي. هو انت برضه لسه ما تعرفيش حاجه عن داليا؟ تاني؟ هو داليا دي بقى هتفضل بقى شغلانه كده؟ ما مشيت وخدت حالها بقى وخلاص. ما انا قلت لك واحده كانت بتخونك، كل شويه ماسكه التليفون بتكلم واحد، لغايه لما عرفت ان هي تعرف علاقه، يعني بقى على علاقه بواحد. اعمل انا ايه ساعتها؟ لقيتها الصبح صحيت من النوم ما لقيتهاش في البيت، لمت هدومها وطفشت. يعني واحده خاينه ما تفكرش فيها. انا هجيب لك عروسه كويسه. يعني هي ما راحتش لمامتها ولا لباباها ولا اي حاجه؟ يا دي لها اهل مقطوعه من شجره يا ابني، يا دي لها اهل. هي من ساعه ما سافرت وانا بقيت حاسه ان هي غلطاتها كتير، وانا ما كنتش برضه اقول لك كنت بتتصل بيا، قلت سيبيه لما يبقى يجي ويعرف لوحده. طب يا ماما بس بالراحه بالراحه، يعني هي منها لنفسها صحيت من النوم خدت حاجتها وقامت ماشيه؟ انا صحيت من النوم قعدت انادي على اساس حضرت الفطار نفطر مع بعض، مفيش. دخلت قلت يمكن دماغها تقيله شويه نايمه ولا حاجه. افتح الاوضه لقيت السرير بترتيبته وما لقيتهاش. بعد كده بقى عرفت بقى من الناس ان هي ناس بيشوفوها مع واحد في عربيه، وناس تانية يقولوا داخله عماره. فخلاص بقى، هو احنا بقى هنشبه نفسنا؟ احنا بقى بص يا حبيبي، انا شفت لك عروسه بنت حلال كده، بس يعني ايه يومين كده ونروح نشوفها.
خلاص ماشي، وانا محضر لك بقى مفاجاه دلوقتي. يا شيخ. طب قول لي ايه المفاجاه؟ داليا. داليا مين يا ابني؟ يا داليا، يا داليا. انت جبتها منين دي؟ لقيتها فين دي دي؟ اللي كانت هربانه. ايوه تعالي هنا، وانا من صحيت ما لقيتكيش؟ كلمي. كده صحتي ما لقيتهاش؟ عارفه انا جايبها لك منين؟ انا جايبها لك وهي نايمه في الشارع. جايبها لك وهي يعني عارف معلش مش لاقيه تاكل. انت هنا عليكي تعملي فيها كده؟ نعمل اعمالها، هي مش مشيت وطفشت مع واحد؟ انت مش طفشتي مع واحد؟ دي طفشت مع واحد؟ ياه. دي منظر واحده تطفش مع واحد؟ استنى يا احمد لو سمحت، ليه يعني بتقولي كده؟ على فكره انت عندك بنت، واللي انت بتقولي كده عليا بالباطل هيتردلك، بس انا ما اتمناش كده لبنتك. ليه يعني بتقولي كده؟ طب ما انت كان ممكن تتعاملي معايا اللي انا زي بنتك، وانا يعني كنت ببقى محتاجه اللي انا اقول يا ماما وتطبطبي عليا وتخلي بالك مني. سيبك من اللي انا مرات ابنك، انت عارفه ان انا امي وابويا ميتين. خلصتي دور الصعبانيات بتاعك؟ بلفتيه بكلمتين؟ والله العظيم ابدا يا بت هو اجبرني عليكي يا بت، انا بكرهك، انا ما بحبكيش، انا شايفاكي عمل المستحيل عشانك، حتى بعتيه عني خليتيه يدور على عقد وسافر، سابني ابني الوحيد عشان يجيب لك الحلو كله خليتيه سافر. احبك ازاي؟ كان لازم أنا اعمل فيكي كده واطفشك عشان ابني يرجع لي. انت عبيطه يا بنتي. ماشي، بس حرام ما تقوليش فيا حاجه زي دي، اللي انت تقولي اللي هي طفشت مع واحد، واللي انت توسخي في عرضي وشرفي عشان ينساكي ويبعد عنك وما يدورش عليكي. انا ما بحبكيش يا ستي. انا ممكن ابقى خدمت التراب اللي انت بتمشي عليه، بس ما تبعدنيش عن احمد بالله عليك، ابوس ايدك استني يا داليا، والنبي. استني يا داليا، استني يا داليا. يا احمد يعني انت بتسوقي سمعه مراتي اللي هي المفروض بنتك اللي انا جايبها لك في بيتك عشان يا احمد انا يعني انت اختك رهيبة. كنت ليا كل حاجه من يوم ما دخلت حياتنا دي، وانت نسيت امك ولا بقيت بتسال على امك؟ انت بتخش من باب الشقه ملهوف على الست داليا، لدرجه اني قلت لك ما تسافرش. لا عايزه ابني مستقبلي ومستقبل مراتي، يعني ما فكرتش في امك خالص، يعني خلاص نسيت ان انا كسرت شبابي واشتغلت واتمرمطت لما خليتك بني ادم وراجل وعملتك راجل، وفي الاخر واحده زي دي تيجي تاخدك مني؟ واحده زي دي ما انا اتجوزتها، ما هي مراتي، ما انا بحبها زي ما انا بحبك، ايه المشكله؟ انا ممكن اقول لك يا انا يا هي، بس انا مش هقولها. عارف ليه؟ عشان عارفه ان انت باقي عليها برضه، وانا مش هقعد معاك. يا امي هو انا عمري حرمتك من حاجه؟ خلاص يا احمد، وانا يا ستي ما يرضينيش اللي انت ابنك يزعلك عشان طلقني يا احمد. لا يا داليا، هتقعدي معانا هنا، وانت يا امي عشان انت امي بس هترجعي تعيشي في البيت القديم بتاعنا كمان وصلت. معلش انت اللي غلطتي من الاول، انا كنت عمري ما حرمتك من حاجه زي ما انت عمرك ما حرمتيني من حاجه وانا صغير، بس دلوقتي انت طردتي البنت اللي انا حبيتها، البنت اللي انا المفروض بقالي سنين انت لخصت الكلام وقلت لي بتكرشني بالادب، بس هي دي مش النهايه، دي البدايه يا داليا. اتهني بجوزك بس انا مش ههنيكي. لا يا احمد بس هي لا غلطت، ما تمشيهاش. هي غلطت، هتروح في البيت وهاخد بالي منها زي ما كنت باخد بالي منها على طول. يا احمد دي امك عشان خاطري والنبي، وامي واخد بالي منها، وانا كده كده جنبها. توعدني ان انت مش هتسافر وتسيبني تاني. انا مش مسافر عشان بجد انا بجد من الفتره اللي انت كنت فيها مسافر ومش موجود معايا، انا اتبهدلت قوي عشان خاطري. ما تخافيش، انا هفضل جنبك، انا معاكي. يلا بس ارتاحي انت دلوقتي.